السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي ندويو على واحد المشكل كطيح فيه اي واحد كاري في المغرب، مشكل يقدر يقلب لك حياتك في رمشة عين. تخيل معايا كتكون في دارك عادي وكتسمع دق الباب، مول الدار كيعلمك باللي غادي يقطع عليك الماء والضو، او الاسوأ من هذا الشيء كتفيق الصباح وكتقلب على ضو ما كاينش، كتقلب على ما سخون والو. السؤال المطروح، واش عنده الحق يدير هذا الشيء؟ واش حيت ما خلصتيش الكرا كيعطيه القانون الحق باش يدير راسو هو القاضي والجلاد؟ وشنا هي بالضبط المسطره القانونيه اللي خاصو يتبعها باش يرجع حقه؟ والاهم من هذا الشيء كامل، الا دارها شنا هي العقوبه اللي كتسناه؟ في هذا الفيديو غادي نكشفوا لكم القوانين اللي كتحمي الكاري في المغرب، وغادي نوريكم خطوه بخطوه شنو خاصك دير باش ترجع حقك وتعوض على الضرر اللي لحقك. الا كنتي كاري او كتفكر تكري، هذا الفيديو مهم ليك بزاف، خليك معنا حتى الاخر باش تعرف كل شيء بالتفصيل، وما تنساش دير لايك وسبسكرايب باش يوصلك الجديد. يلا نبداو، نمشيو للقانون مباشره. اول حاجه خاصك تعرف هي ان الدار اللي كتكريها للسكنه ضروري تكون فيها شروط اساسيه للصحه والسلامه، وهذا الشيء كيتسمى في القانون ديالنا المتطلبات الاساسيه للسكنه اللائق. يعني ماشي شي حاجه ديال الرفاهيه، لا، القانون كيفرض هذا الشيء. شوفوا معايا شنو كيقول قانون 67.12 اللي كينظم العلاقه بين المكتري والمكري. الماده 5 واضحه بحال الشمس، كتقول باللي المحل المعد للسكنه يجب ان يتوفر على المطبخ ودورة المياه والكهرباء والماء. يعني هاد المرافق كتعتبر مرافق حيوية، ما يمكنش لشي حد يقطع عليك إلا كان عنده شي مبرر قانوني قوي. وزيد على هاد الشيء، المادة 9 كتزيد تأكد أن مول الدار خاصو يضمن ليك الانتفاع التام والهادل بهاد الدار. وهاد الانتفاع الهادئ يعني أن مول الدار ما خاصوش يزعجك أو يدير أي تصرف باش يعرقل الاستعمال ديالك للمحل. ولهذا قطع الماء أو الضوء قانونيا كيتعتبر تعرض مادي وخرق الالتزام، يعني مول الدار ما وفاش بالوعد ديالو اللي عطاه ليك في العقد، وهذا الشيء كيعطيك الحق نعم سيدي باش تفسخ العقد او تطالب بالتعويض. يعني الماء والضوء ماشي فضل من مول الدار، بل واجب قانوني. دابا يمكن شي واحد منكم كيقول واخا هادشي زوين في القانون، ولكن واش المحكمه كتدخل بصح؟ الجواب يا خوتي هو اكيد. خاصكم تعرفوا باللي القضاء المغربي كيشوف قطع الماء والضوء بلا ورقه من القاضي بحال شي واحد جاي وكيهرس لك باب دارك، يعني كيشوفوا اعتداء واضح وباين على حقك في السكنه والانتفاع. تخيلوا معايا العداد ديال الضوء اللي في الدار، سواء كان ديال الكراي المكتري ام مسجل بسميتو، راه ملكيه خاصه بك انت كمشترك. يعني حتى المكتب الوطني للكهرباء لوينو راسو ما عندوش الحق يحيدو ليك ويعاقبك به الا تعطلتي في الخلاص، فما بالك بمول الدار اللي اصلا العلاقه بينك وبينه هي عقد كراء. وهذا الشيء راه ماشي غير هضره. المحاكم ديالنا بحال محكمه الاستئناف في الدار البيضاء ولات كتحكم بتعويضات ضخمه بالالاف ديال الدراهم للكرايه اللي تقطع عليهم ضوء بطريقه تعسفيه. وهذا التعويض كيتسمى التعويض عن الضرر الفادح اللي كيتسبب فيه مول الدار بهذا التصرف ديالو. شنو هي الأهمية ديال هذا الشيء كامل؟ الأهمية هي أن هذا الفعل ديال قطع المرافق كيتعتبر فعل غير مشروع، وهذا الشيء كيعطيك واحد السلاح قوي بزاف سميتو الدعوة الاستعجالية. يعني كتطلب من القاضي يدخل دغيا في الحين وبالزربه باش يلزم مول الدار يرجع لك الماء والضوء فورا، وكطالبوا بالتعويض على كل داكشي اللي خسرتيه وعانيتيه بسبب هذا القطع، بحكم ان التزام مول الدار هو يضمن لك الانتفاع الهادئ بالدار اللي كاري لك. خاص مول الدار يفهم ان هذا التصرف ديالو كيمس حتى بحقوق اساسيه بحال الحق في الحياه الخاصه والكرامه. دابا غادي نفترضوا انك فعلا ما خلصتيش الكرا. شنو هو التصرف الصحيح القانوني اللي خاص مول الدار يديرو؟ ابدا ما يقطعش عليك الماء والضوء. القانون 67.12 عطاه واحد الطريق واضحه ومقاده سميتو مسطره استيفاء الكريه، وهذا الطريق هو اللي كيضمن الحقوق للطرفين. مول الدار يشد فلوسه والكرايي ما يتعداوش ليه الحقوق الاساسيه ديالو. الطريقه الصحيحه كتبدا بالانذار، يعني مول الدار خاصو يمشي عند رئيس المحكمه الابتدائيه ويطلب منه اذن باش يصيفط لك انت ككراعي انذار كتابي رسمي يوصلك عن طريق واحد السيد سميتو المفوض القضائي. هذا الانذار بحال شي ورقه صفراء
فيها التفاصيل اللي خاصك تعرف: شحال ديال الفلوس عليك، ديال شحال من شهر، وسميتك وسمية مول الدار. اهم حاجه هي ان القانون كيعطيك من نهار توصلك هاد الورقه مهله ما تقلش على 15 يوم باش تمشي تخلص المستحقات ديالك. وهنا واحد النقطه مهمه بزاف: الا خلصتي في هاد 15 يوم كتسالي القصه، ولكن الا دازت 15 يوم وما خلصتيش، عادي يمكن المول الدار يرجع للمحكمه ويطلب من الرئيس ديالها حكم تنفيذي بالاداء الفوري. وهكذا يمكن ليه يحصل الدين ديالو بطرق قانونيه، بحال الحجز على املاكيات ديالك او طلب الافراغ المحل. ولكن كل شيء كيدار عن طريق القضاء، ماشي بيدو او بالزربه. وهذا الشيء هو اللي كيتسمى تحصيل الدين بطرق قانونيه. اي حاجه خارج هذا الاطار هي خارجه عن القانون وكتعرض المولاها للعقوبات اللي غادي نشوفوها دابا. هذه هي اخر واهم محطه. شنو كيوقع المول الدار اللي كيتعسف وكيقطع عليكم الماء والضوء بلا ما ياخذ حكم من المحكمه؟ الجواب بسيط ومقسوم على جوج. اولا، مسؤوليه مدنيه، وهذه كنقصدوا بها الفلوس اللي خاصو يخلصها لك كتعويض. يعني مول الدار هنا كيكون خرق الواجب ديالو في العقد والالتزام القانوني، وخصو يعوضك على اي ضرر مادي تسبب فيه عمليه القطع. تخيل شحال ديال الماكله فسدات لك في الثلاجه، وشحال ديال الاحراج والاذى النفسي اللي داز عليك. هذا الشيء كامل كيدخل في اطار المسؤوليه التقصيريه اللي كينص عليها القانون الالتزامات والعقود. والاكثر من ذلك، الا ثبت ان مول الدار كانت نيته خايبه في التصرف ديالو، القانون المغربي سخي معاك وكيعطيك الحق باش تطلب تعويض ما يقلش على ايجار شهرين وما يزيدش على 6 شهور ديال الكرا. وثانيا، كاين ما يسمى بالمسؤوليه الجنائيه، وهذه خطيره حيث كتوصل حتى الحكم بالحبس والغرامات. فمثلا الى مول الدار جا وبدا كيحاول ينزع العداد بلا حق، راك كتقدر ترفع عليه دعوى جنائيه، وكتعتبر المحكمه هذا الفعل بحال شي اعتداء على ملكيه خاصه، حيث العداد راه ملكيه ديال المشترك اللي هو انت. وممكن يتصنف هذا التصرف ضمن جرائم السرقه او الاعتداء وفقا للقانون الجنائي، وبالتالي كيتعرض مول الدار لعقوبات جنائيه وغرامات موضوعيه. الخلاصه، مول الدار اللي كيقطع الماء والضوء بلا حكم قضائي كيعرض راسو للمسؤوليه القانونيه الكامله، وهذا الشيء كيشمل التعويض المالي وربما العقوبه الجنائيه، حتى ولو كان كيدعي انك ما خلصتيش الكرا. اذا خوتي خواتاتي، هاد الشيء اللي خاصكم تعرفوه كامل باش تكونوا واعيين بحقوقكم. تذكروا مزيان، واخا مول الدار يكون عنده الحق في الكرا ديالو، القانون المغربي منظم ومقاد وما كيسمحش ليه يرجع حقه بيدو او بالتعسف بقطع الماء والضوء. هذا الشيء كيتسمى في القانون العداله الذاتيه، وهي ممنوعه منعا باتا، حيت لو كل واحد فينا بدا كيرجع حقه بيدو غادي تولي فوضى. المعلومه الاضافيه المهمه اللي خاصكم تعرفوا هي ان اي اجراء كيتخذ ضدكم، سواء تعلق بانذار او افراغ، ما كيتعتبرش رسمي حتى يتم التبليغ به عن طريق المفوض القضائي او كتابه الضبط ديال المحكمه. يعني بلا ما تخاف من ورقه عاديه يلوحها لك مول الدار او شي تهديد في الواتساب، القانون هو المرجع. وإلا وقع لك هذا المشكل ديال القطع ما تسكتش، الاجراء اللي خاصك دير هو طلب رفع دعوى استعجاليه اللي كتخولك ترجع المرافق في اسرع وقت، وهذا الشيء كيتسمى الالزام بالتعويض على الاضرار الناجمه عن الفعل غير المشروع. وإلا كان عندك شك في شي حاجه، سير استشر مع محامي باش يحمي لك ظهرك. السؤال لكم نتوما المشاهدين: واش سبق لك تحتي في مشكل ديال قطع الماء او الضوء تعسفيا؟ وشنا هي الاجراءات اللي درتي بالضبط باش رجعتي حقك؟ شاركنا قصتك ونصيحتك القيمه في التعليقات لتحت باش يستافد الجميع. ولهنا كيسالي الفيديو ديالنا. الى استفدتي ولو معلومه صغيره، خلي لنا جيم، لايك، ودير ابوني للقناه وفعل الجرس باش يوصلك اي موضوع جديد كنقدموه. تبارك الله عليكم، ونتلاقاو في فيديو جديد. بسلامه.